تيم ال هنتكلم النهارده عن الهيد والتايتل. فاحنا هنبدأ دلوقتي ان احنا عملنا المرة اللي فاتت ان احنا قلنا ان احنا عملنا ال HTML والدوت تايب HTML ودخلنا اخدنا نبذة بسيطة عن الهيد. فاحنا هنبدأ دلوقتي ان احنا نبدأ نعمل الهيد. خدنا دلوقتي عمود الهيد اهو، ادي الاوبننج وادي كلوزنج رو. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان احنا عايزين نبدأ نسيب مسافات عشان لو حد مثلا فتح المشروع مثلا عشان يكمل عليه يعرف يكمل عليه بسهولة. احنا قلنا عشان نعمل نسيب مسافة احنا مثلا بنروح مثلا كده مثلا زي مثلا كده شلت المسافة. عشان تسيب مسافة ما بينك وبين المسافة قبل الكود انت بتضغط على زرار تاب. بالتاب انت احنا ليه بنسيب مسافات وليه؟ عشان اللي يبقى وراء المورانا منظم. يعني سي مثلا انا مثلا هكتب مثلا حاجة جوه مثلا الهيد مثلا، فانا هروح مثلا سايب مسافة اهو، انا كده سايب مسافة وابدأ اعمل التايتل. احنا عايزين دلوقتي نعمل التايتل اهو، ادي التايتل. احنا دلوقتي اهو عملت كده الاوبننج، نعمل التايتل وبعدين نعمل الكلوزنج. احنا عايزين مثلا زي مثلا احنا عايزين نكتب في في التايتل مثلا نكتب ايه، ماي بوك ستور مثلا، او احنا قلنا ماي كلوزز، ماي كلوزز ستور اهو. نحط ننزل تحت نعمل الكلوزنج اهو، تايتل اول كده عملنا الاوبننج وبعدين ان احنا عملنا الكلوزنج. طب احنا دلوقتي سي مثلا خلينا مثلا نشوف مثلا احنا عملنا ايه لحد دلوقتي. خلينا نخش على الكمبيوتر ونشوف احنا عملنا ايه. ادينا دلوقتي احنا عملنا التايتل ماي كلوزست ستور. نخش على كلوز المكان اللي احنا حطينا فيه الديسك بتاعنا. فين المشروع بتاعنا؟ سي كلوز ستور لو بصينا احنا اهو لسه عملناش اي حاجه اهو. العنوان التايتل اهو ماي كلوزست ستور، ده التايتل بتاعنا. التايتل بيبقى في المكان ده. خلاص احنا دلوقتي هنطلع نخش نرجع للمشروع بتاعنا تاني. احنا بقى نخش على مثلا احنا نعدي الهيد، نخش بقى على البادي. احنا دلوقتي البادي ده المحتوى بتاع الصفحة. يعني سي مثلا احنا مثلا لو عملنا مثلا البادي هنعمل المحتوى بتاعنا، ادي البادي. نعمل مثلا سي ويلكم تو ماي بوك ستور، ماي كلوز ستور. او مثلا الحاجه اللي انت مثلا هتعملها، شوف انت هتعمل ستور ايه وعلى اساسها اعمل مثلا الويلكم بتاعك. خلينا نعمل كلوزنج، ادي سلاش وادي بادي. دلوقتي احنا عاملينهم كلهم في نفس المستوى لان البادي عامل زي هي عامله زي الهيد في نفس المستوى، كلهم على نفس الخط. اي تايتل عشان جواه يعني مثلا الهيد جواه التايتل، الاتش تي ام ال جواه الهيد وبعدين جواه التايتل، فاهم؟ متضررة عشان تبقى شكلها منظم، فاهم؟ انت اللي بعدك ما تحسش ان كل الدنيا داخله في بعضها. فاحنا هنخش او بس نعمل اهو ثانيه. تعالى بقى نشوف احنا عملنا ايه لحد دلوقتي. تعالى نشوف احنا اللي احنا عملناه. نبدأ نفتح المشروع بتاعنا تاني. بص اهو ماي كلوز ستور ده التايتل بتاعنا، ويلكم تو ماي بوك ستور ماي كلوز ستور ده عندنا في البادي بتاعنا. ده البادي. طبعا مفيش اي شكل، مفيش اي لون لان احنا لسه هنتعلم السي اس اس وجافا سكريبت مثلا بستخدمهم السي اس اس.
ولسه عشان تفهم هتعلم بقى، نبدا بقى يبقى في تنسيقات بقى، وفي لسه في كلام كتير وبتاع. احنا لسه في البدايه. احنا يا دوبك عملنا التايتل وعملنا البادي بتاعها. من